رسميا أول انتصار للعرب في كأس العالم 2026 انتصار المغرب على اسكتلندا بنتيجة 1-0. الهدف الوحيد هو أسرع هدف في كأس العالم 2026 سجله النجم المغربي إسماعيل صيباري بطريقة والأحلى والأروع بعد دقيقة و10 ثواني. نار يا حبيبي نار. ألف ألف مبروك للجمهور المغربي والجمهور العربي هذا الانتصار، وتحياتي لكم. بعد ما فاز المنتخب المغرب على اسكتلندا، في ناس قاعدة تقول انه منتخب المغرب ضعيف وفاز على منتخبات ضعيفة. يا حبيبي راح اشوفك نتائج اسكتلندا اللي بتقولوا عنها ضعيفة. اسكتلندا تعادلت مع البرتغال وتعادلت مع النرويج وتعادلت مع سويسرا وفازت على كرواتيا وفازت على بولندا. هاي اسكتلندا اللي بتقولوا عنها ضعيفة والمغرب فاز عليها، تعادلت مع هيك منتخبات. يا حبيبي المغرب صار مصنف الخمسة عالميا، السود الأطلس عمك يا حبيبي عمك. منتخب المغرب حاليا أقوى منتخب عربيا، واللي بيناقشني في هذا الموضوع ما يفهم كرة أبدا أبدا. تحياتي لأخواني أهل المغرب، اثبتوا نفسكم بالتعليق وبالتوفيق لكم، وإن شاء الله تحققون كأس العالم. سلام. مبروك مبروك المنتخب المغربي، مباراة مستفزة بالنسبة لي. اللعيبة قاعد يستعرضون اللي في الهجوم. فارس الشادي اللي هو لاعب كريستال بالاس أفضل لاعب في المباراة، فصل اللعيبة كثير. إبراهيم دياز لاعب قبيح في هالمباراة وأناني كثير، ودخل مكان اللاعب الميموني أقبح منه، يستعرض ويتفلسف وكأنه أحد نجوم العالم ويموت لعب. وكذلك اللي هو اللاعب ستراسبورغ اللي دخل رقم 15 كذلك سيء. يستعرضون، أنا ما أدري ليش داخلين البدلاء يستعرضون يلفون بالكرة. العب يا عمي وسجل هدف ثاني يحسم الأمور. كنت في ضغط وضغط على جمهورك وكان بيجي التعادل، لكن المهم الفوز ومبروك المنتخب المغربي التأهل 90%. لكن الأنانية والفلسفة هذه أمام الفرق اللي أقل منك ترى تضيع لك مباريات كثير. أول فوز للعرب في نهائيات كأس العالم في أمريكا. مبروك للمغرب، لأسود الأطلس، مبروك للعرب، وعقبال إن شاء الله رب العالمين الأردن والعراق وتونس والجزائر، وبإذن الله مصر ومين كمان وقطر بإذن الله. الله يحفظكم مغاربة الحلوين. وهذه يا اخوتي اول فوز لمنتخب عربي في منافسة كأس العالم 2026 كان من نصيب المنتخب المغربي. نهضروا الصح غادي نهضروا، والله غادي اخوتي نهضروا الصح بدون لف ودوران. المنتخب المغربي عنده الجرينتا، المنتخب المغربي عنده هذيك العسى تاع راني ينبغي نلعب على الاعلام. المنتخب المغربي ماشي هو المنتخب المغربي تاع 2022. ما تكذبش على روحك، ما تقول لي منا. مع البرازيل اضعف منتخب برازيلي دار هدف مقابل هدف. مع اسكتلند، اسكتلند هذه ماشي حاجه كبيره، اسكتلند هدف مقابل صفر بك شايف. وزاد ثاني تا اسكتلند ضيعت بزاف لي بال. من الدقيقه الثانيه سجلت المنتخب المغربي، ما قدروش يعاودوا يسجلوا هدف ثاني، وما قدروش الثالث، وما قدروش الرابع، ما قدروش الخامس. زعما تقد تقول باللي المستوى تاع المنتخب المغربي ما عادش يلتم. ما نقدروا نقولوا باللي زعما ما نكبروش الحيه، نورمال. عندهم جرينتا، راني معاكم، عندهم الجرينتا وعندهم يلعبوا على الاعلام، يلعبوا على التريكو كاع. بصح الجرينتا والاعلام والتريكو وصوالح وكاع هادو ما يدوكش بعيد. هادو يعطوك دي ماتش، يعطيك ماتش مليح، ماتش ماشي مليح، ماتش مليح، ماتش ماشي مليح، يجي نهار وين يخرجك من الجغرافيا. هذه يا خويا. المهم مبروك، وما تنساش النبي صلى الله عليه وسلم بارطاجي صاحبي جي عاش كاينش ما كاش. خلي معك ابوني بيان سير. سلام. ديما مغرب، ديما والله العظيم. شو هاد حطينا ايدنا على قلبنا. اسكتلندا اخر شيء طلع صوتها صار بده يطلع صوتها. والله رائعه لعبه، رائعه. الصبيري ما طبيعي يعني. الصبيري مبروك لبايرن ميونخ على الصفقه اللذيذه. ما بعرف اذا عم بلفظ اسمه صح، او الصبيري او الصابيري او الصبيري، ما بعرف، ولكن لاعب فز. نيالكم عليه، جول خارق للطبيعه. من اين لك هذا يا مغرب؟ المغرب عم تثبت انه هي ما صدفه. المغرب عم يثبت انه هو هذا الشيء مشتغل عليه من زمان. المغرب عم بيحكي بمشروع. المغرب عم بيقول انا موجود بكأس العالم، لا تستغربوا كمان اطلع مربع ذهبي ونهائي. المغرب هو المغرب. كل يعني الامنيات والتمنيات وكل شيء مبروك للمغرب الغالي. صراحه تستاهلوا. هارد لك لاسكتلند.
شنو هاي الصدفة الجميلة اللي جاي تحدث بمباراة المغرب واسكتلندا؟ من مباراتهم الثانية تكررت نفس حالة الهدف. اي نعم، ابراهيم دياز يصنع، الصيباري يسجل، وهذا الشيء اللي حدث بمباراتهم الاولى ضد البرازيل. شنو هالتفاهم اللي بين صيباري وابراهيم دياز؟ جاي يتخاطرون بيناتهم، يتواصلون بالتخاطر، لان انسجام مو طبيعي. يعني هذا الهدف بالدقيقة الثانية سجل الصيباري اسرع هدف في بطولة مونديال 26. البايرن ميونخ صراحة يعني انتو فرصة، كانت فرصة واخذتوها وانقضيتوا عليها، انه تعاقدتوا ويا الصيباري. قطعة نادرة، والمتعة صنعت في المغرب. بدك تتألق مع منتخب بلدك، روح وقع مع نادي البايرن. من أوليسي لهاري كين للويس دياز، بيجي لك صبيري للمرة الثانية على التوالي بيسجل المنتخب المغربي وبيأهل المنتخب المغربي بشكل رسمي إلى الدور 32. المنتخب المغربي عزز رقمه كأكثر منتخب عربي تحقيقا للانتصارات في كأس العالم ب6 انتصارات، وصار أكثر منتخب بتاريخ كرة القدم 39 مباراة على التوالي ما بيخسر المنتخب المغربي. ارقام قياسيه، وبنسبه 99% المنتخب المغربي تاهل الى الدور 32. ما شاء الله على هذا المنتخب الرائع الجميل، وان شاء الله المنافسه على بطوله كاس العالم.